في قرية صغيرة بعيدة مات زعيم الحيوانات بعد سنوات من الحكم العادل، وقررت الحيوانات أن تختار زعيما جديدا، لكنهم أرادوا تجربة الديمقراطية ففتحوا باب الترشح للجميع مهما كانت رتبته أو مكانته. تقدم الجميع من الأسد إلى الأرنب وحتى الحمار. ضحك كثير من الحيوانات عندما ترشحوا الحمار، لكنهم قرروا أن يتركوا الأمر للتصويت. الغريب أن الحمار كان كثير الوعود، يقول لكل حيوان ما يحب سماعه، فالأرنب وعده بالحماية، والنعامة وعدها بالاهتمام بمشاعرها، والبقر وعدها بحقول أوسع. خدعهم بكلماته اللطيفة وصوت له الأغلبية، وفاز الحمار. في أول يوم جلس الحمار على كرسي القيادة، لكنه لم يعرف كيف يتصرف. بدأ يصدر قرارات عشوائية، يغير النظام بلا فهم، يوزع المناصب على أقربائه من الحمير، ويعاقب من يخالفه بالركل والنهيق. سادت الفوضى، وبدأت الحيوانات تشكو من الظلم وسوء الأحوال. اجتمع الحكماء وقالوا: من يضع الحمار في مكان لا يستحقه لا يتوقع أن يعود خطوة للوراء من تلقاء نفسه. فقرروا عزله، لكن الحمار صرخ: أنا القائد الآن ولن أتنحى، لقد اخترتموني. فرد عليه الثعلب بدهائه المعهود: الحكمة ليست في أن تعطي المنصب لمن يطلبه، بل لمن يستحقه. وبعد جدال طويل تم خلعه بالقوة، وعاد النظام إلى طبيعته، وتعلمت الحيوانات أن ليس كل من يجيد الكلام يصلح للقيادة.